صباح الخير، معاكم سالي. تعالوا نعمل كوكيز البراونيز ده. حاجة تحفة وصحية جدا جدا، من غير دقيق، من غير زيت، من غير سمنة، من غير زبدة. حاجة كده تحفة يا جماعة، ومكونات في البيت. هنجيب كده 7 وحدات من التمر الصغير، ولو كبير هنحط 5 بس، وهنحط له كده معلقتين 3 من المية عشان يطرى معانا اكتر، وهنحط بيضة. طبعا حطينا فانيليا، وهنحط بقى ايه، معلقتين كبار كده من الطحينة الخام، السمسم صافي يعني، ومعلقتين كبار برضو من الكاكاو ممسوحين، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه الملح، وبس كده. هنخلط كل الكلام ده طبعا بالهاند بلندر او بالشوكه كده، بس انا حبيت ان هو يكون بيوريه خالص علشان ما يبانش قطع التمر منه يعني. او في الكبه لو عندكم. وبعد كده بالمعلقه، والمعلقه التانية بنزل بيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهحط عليها شويه شوكولاته كده خام، انا مقطعاها مكعبات كده صغيره، او شوكليت شيبس زي ما انتوا حابين. هندخلها الفرن سخنه على درجه حراره 180 8 دقايق، ونطلعها، ما بنكترش عليها. بجد يا جماعه انا خلصتها في يومين، يعني كلت نصها بالليل ونصها تاني يوم من كتر حلاوتها. طيب الواحده انا عملتهم 8 قطعه، القطعه الواحده فيها 55 سعر حراري بس، يعني خطيره وطعمها خطير، هيعجبكم. طعم الطحينه مش باين، علشان الناس اللي خايفه من طعم الطحينه ما تقلقوش خالص، طعمها خطير، شوكليت كده حلوه قوي قوي قوي. ولما تحط الشوكليت دي من فوق بتديها طعم احلى واحلى، وطعم التمر عامل زي الكراميل. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنت. اشوفكم في فيديو جديد.